من أفضل اختياراتك لإزالة الشعر هو الليزر، ولكن بسبب التكلفة العالية لجلسات الليزر النهاردة هنتكلم عن بديل استخدام الليزر لإزالة الشعر من كامل الجسم. هي الماكينة الألمانية الأقوى، ماكينة براون سيلكابيل 1. يلا بينا نشوفها مع بعض، نشوف ريفيوهات ليها، وعشان نعرف قد ايه الماكينة دي ماكينة قوية تستاهل ان انت تجربيها وتطلبيها وتستمتعي كمان بتجربتها. واحنا بنفتح جهاز براون سيلكابيل 1 خليني اكد لك ان ماكينة ازالة الشعر هتديكي تجربة للاستمتاع ببشرة ناعمة هتدوم لاسابيع، وده بفضل انها عبارة عن ملاقيط مش شفرات. بجد كل اللي استخدمها كان بيشكر في ادائها القوي، اداء عملي جدا بالمقارنة بانواع تانية موجودة في السوق، انواع صيني او اصدارات اعلى من الأجهزة الألماني في ماكينات إزالة الشعر براون. مارينا يمكن جربت إصدارات لغاية رقم 9، وبجد أكدت إن براون سيلكابيل 1 ماكينة عملية. انت مش هتحتاجي، انت كبنوتة مش هتحتاجي أكتر من الأوبشنز أو الحاجات الموجودة فيها، كسرعة واحدة لتشغيل الجهاز، كقطعة بتحتوي على 20 من الملاقيط الدوارة. بجد هتزيل الشعر من جذوره وهتديكي قوة في الأداء، هتستمتعي بجد بتجربتها. طبعا في نهاية الفيديو هنشوف رأي لجزء من الناس اللي طلبت الماكينة من ليلي سنتر. ده الجزء اللي بيوضح الشفرات داخل القطعة، وده الجزء اللي بنضغط عليه، الزرار اللي بنضغط عليه عشان نقدر نخرج القطعة لغرض النظافة، وبضغطة تانية عليه بنقدر نرجع القطعة لمكانها. زي ما احنا شايفين ماكينة قوية وعملية جدا، وهنشوف دلوقتي واحنا بنشغلها. الماكينة صناعة ألماني وسعرها تحفة جدا، هتعيش معاكي سنين، لأن بفضل القطعة اللي فيها انت مش هتحتاجي انك تغيري القطعة او تعملي ليها اي صيانة. زي ما بنقول في ليلي سنتر دايما لما اي حد بيطلب جهاز جديد بنقول سواء ايا كان صناعته، يعني الجهاز بتحافظي عليه ما يتخبطش منك، بيعيش معاك سنين وسنين. وبالذات ماكينة براون سيلكابيل 1 بحكم تجربة ناس كتير ليها كانت بتعيش معاها سنين، يمكن بتوصل ل8 و10 سنين، ولو فضلتي محافظة عليها هتعيش معاكي اكتر. الجهاز زي ما احنا شايفين بيشتغل بكيبل كهرباء. الجهاز قوي جدا وهدية قيمة. اعملي لايك للفيديو وشاركيه مع اصحابك عشان تتابعي ليلي سنتر. الفترة اللي جاية هنوفر اجهزة وادوات ومنتجات تانية كتير جديدة، وتغيير كبير هيحصل في المكان.